صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلص الماتش الثالث في كاس العالم للانديه للنادي الاهلي قدام بورتو البرتغالي. هنتكلم كلمتين بسرعه عن الماتش وكلمتين برضو بسرعه في البطوله كده عن البطوله بشكل عام. مبدئيا الماتش خلص 4-4، نتيجه كبيره جدا ونتيجه مفاجاه. كماتش كوره عادي لو انا واحد محايد بتفرج اقول لك ماتش حلو قوي فيه 8 اهداف، ماتش رايح جاي كل شويه جون هنا وجون هنا، ماتش حلو جدا. بس لو بتكلم بقى عن لسان النادي الاهلي، فبصراحه انت النهارده انت يعتبر خسران. انت ضيعت منك انتصار سهل جدا، انت ضيعت منك انتصار تاريخي. انت حطيت في بورتو 4 تجوان وضيعت 4 زيهم، بالذات في الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان الاهلي كالعاده لعب شوط حلو وكان واقف على حيله. النهارده حصل حاجه غريبه بقى قوي، ان في الشوط الثاني الاهلي بقى احسن من الشوط الاولاني كمان هجوميا على الاقل. ودي نقطة واضح ان ريبيرو واللعيبة حست بيها في اول ماتشين، ودي حاجة ايجابية هنتكلم فيها قبل ما نتكلم عن السلبيات. ان في الماتشين الاولانيين كان الاهلي ينزل الشوط الاولاني حلو قوي، ينزل الشوط الثاني وحش جدا. النهارده حصل العكس، الشوط الاولاني كان حلو والشوط الثاني كان احسن. فدي حاجة كويسة جدا وموفقة من ريبيرو. بس الحاجة اللي مش موفقة بقى سواء من ريبيرو او من اللعيبة، تضييع الفرص اللي احنا اتكلمنا عليه في الشوط الاولاني في ماتش انتر ميامي. لما قلنا يا جماعة دي فرصة كل 4 سنين، ما ينفعش يبقى في كميه فرص بالطريقه ديت. الماتشات دي مهمه، الماتشات دي بتتحسم بفرصه وانفراد. النهارده شفنا في الشوط الثاني الاهلي مضيع بتاع 4 تجوان انفرادات. عمر كمال الجون فاضي ضيعها، بن شرقي راح ب2 ضيعهم، جريديشار راح ب2 او واحده ضيعها. اكتر من كوره محمد هاني وزيزو من ناحيه اليمين يبقى برضو قدامهم فرصه. حتى قفشه لما نزل قدامه واحده يعني سهله جدا، لسه بيبص على الكوره وبيلف. رغم ان هم بيجي لهم الكلام دوت، هم ال4 تجوان بتوعهم نفس اللي الاهلي بيروح بيه دوت هم راح بيه، بس هو راح بيه قليل قوي، بس كل مره بيروح بيحطها. ارتوش ان هو يتفرج عليها. الناحيه الثانيه الاهلي تلاقي قفشه بيلف وبيشوف وبيحنكش، تلاقي بن شرقي يروح مرتين ولا ما اعرفش يعني. نفس الكلام جريتشار بطيء جدا. وبصراحه مش عايز احكم على جريتشار عشان هو كان قاعد الفتره اللي فاتت ما بيلعبش كتير، بس لو هقارن انا باللي شفته النهارده في فرق كبير قوي ما بين جريتشار ووسام. لا يعني في فرق كبير قوي. وشايف ان الاهلي لو قدر ان هو يخلص في محمد شريف ان هو يبقى موجود كبديل لوسام مع جراديشار، تبقى دي حاجه موفقه، لان انا شايف ان الجاب كبير قوي ما بين وسام وجراديشار. طيب عندنا حاجه تانية لازم نتكلم عليها النهارده، وانا بصراحه اتكلمت عليها كتير قوي في الماتشين اللي فاتوا، وهي اليو ديانج. انا علامه استفهام كنت بتكلم فيها والفيديوهات موجوده، كنت كل مره بقول اليو ديانج فين يا جدعان؟ علامه استفهام غريبه قوي. معلش يعني مع احترامي لحمدي فتحي، انت حمدي فتحي بصراحه في ماتش بالميراس كنت سيء جدا. اليو ديانج النهارده فعلا نازل يا جماعه، الملعب كله هو ماسك النص، الملعب كله فعلا. يعني كان لازم اليو ديانج يشارك في ماتش بالميراس. النهارده برضه عملت حاجه موفقه وعرفت تبني كوره من ورا لما لعبت بيكهام وداري، الاثنين بيعرفوا يلعبوا كوره، فالى حد ما قدرت انك تعرف تطلع بالكوره وتبني الكوره من ورا. انا شايف ان بصراحه ريفيرو يعني عالج الحته دي شويه بتاعت ان بدا ببيكهام. وبشكل عام عامه انا شايف ان النهارده ريفيرو كان ليه حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. ايجابياته باختصار ان هو الى حد ما عالج التشكيل ببيكهام من بدايه الماتش، باليو ديانج اللي كان لازم يديله النهارده. والحاجه الثالثه بصراحه اللي هو الشوط الثاني، عالج الشوط الثاني. طب هتكلم بقى بشكل عام عن مشاركه الاهلي في البطوله. مبدئيا كده الاهلي ضيع فرصه عمره، الاهلي ضيع فرصه مش هتتكرر تاني. انت مبدئيا وقعت في مجموعه الى حد ما تعتبر مش مجموعه صعبه، انت مجموعتك ما فيهاش ولا فريق كلاس ايه، يعني يعتبر بورتو بالميراس انتر ميامي. انا شايف ان الثلاثه مستواهم عادي جدا، مش فرق اللي تخوف. يمكن اقواهم شويه بالميراس، وانا شايف ان الاحق ان اللي كان بالميراس يصعد والاهلي يصعد معاه. بورتو فريق ضعيف جدا، انتر ميامي فريق ضعيف جدا باستثناء ميسي طبعا. الاهلي لو كان صعد اول ودي كانت ممكن تحصل، مش حاجه اعجازيه. انت النهارده كان ممكن بسهوله جدا تكسب بورتو ويبقى عندك 3 نقط بتوع بورتو، وكان بسهوله جدا تكسب انتر ميامي ويبقى عندك 6 نقط. هقول انك هتخسر من بالميراس، بس كان على الاقل هتخرج من المجموعه دي ب6 نقط. 6 نقط يعني كنت هتبقى اول المجموعه. اول المجموعه كنت هتلاعب تاني المجموعه الثانيه اللي برضو كانت متسهله، وكنت هتلاعب فريق بوتافوجو البرازيلي مش اتلتيكو ولا باريس. فانت كنت ممكن تكسبه برضه، كنت ممكن تصعد دور الثمانيه. فانت متخيل ان الاهلي في اول مشاركه ليه في دور ال 32 والحجم الكبير وشوف بقى المكافآت اللي كنت هتاخدها الماديه، وشوف انك توصل لدور الثمانيه في بطوله كبيره زي ديت اول مره في التاريخ.
واول مره في تاريخ البطوله اساسا. فده كان هيبقى انجاز، كان هيبقى حاجه كبيره جدا بصراحه. لما تيجي تبص بقى تشوف اللي حصل ايه، هتلاقي ان الاهلي خرج من الدور الاولاني بنقطتين بس. كده باختصار انا شايف ان مجموعه الاهلي كانت سهله، كان ممكن يصعد اول في المجموعه ديت. من ساعه ما المجموعه اتعملت واحنا كنا حاسين ان المجموعه هاديه شويه، مش زي الفرق الثانيه. الوداد والعين بيلعبوا مع السيتي واليوفي وعندك ريال مدريد مع الهلال وسان داونز مع بروسيا. يعني تحس ان كل فرقه عربيه وافريقيه وقعت مع فرقه تقيله. فالاهلي الى حد ما من الوقت القرعه حسينا ان الدنيا هاديه. لما شفنا الماتشات كمان حسينا ان يا جماعه ما الفرقه دي شبهنا قوي. يعني ايه بورتو؟ ما بورتو دخل فيه 4 تجوان، وبورتو كان الاهلي يعمل عليه ماتش. وانتر ميامي اسماء، بس كلها اسماء لعيبه كبيره، لكن شفنا الشوط الاولاني الاهلي يكسب 3-0. فقصه انك تصعد من المجموعه ب6 نقط وتصعد اول دي كانت سهله، واتسهلت الناحيه الثانيه ببوتافوجو اللي كان هيصعد تاني، فكنت هتلعبه وكنت ممكن تكسبه بسهوله جدا وتصعد دور الثمانيه. وبصراحه في لعيبه كتير قوي في الاهلي كمان دون المستوى. شايف لعيبه زي قفشه وحسين الشحات وطاهر وعمر كمال ومحمد هاني يعني اللعيبه بصراحه كلها مستواها اقل من المتوسط مقارنه باللعيبه الاساسيه اللي بتلعب. في لعيبه لسه ما جابتش مستواها، او يمكن مستواها لسه متذبذب، ما اندمجتش في الفرقه، زي بن شرقي اللي كان عليه علامه استفهام كبيره جدا النهارده في الفرص اللي ضيعها والبطء اللي كان فيه. طبعا زيزو مش هنحكم عليه خالص في البطوله ديت، بس مقارنه بزيزو اللي كان في الزمالك والفترات اللي فاتت، هو طبعا ما جابش 30 او 40% من مستواه، رغم انه عمل شوط اول حلو. بس طبعا انك تعمل شوط واحد في 6 ماتشات دي طبعا حاجه مش كويسه. هرجع تاني اقول غياب امام عاشور في البطوله ديت اثر جدا على الاهلي. وجود امام عاشور كان هيفرق جدا في ماتش زي النهارده، او حتى في ماتش انتر ميامي لو كان كملوا. فباختصار شايف ان الاهلي بصراحه ضيع فرصه عمره في اول مشاركه ليه. المجموعه ما كانتش صعبه، ما فيهاش ولا فرقه كلاس A. فشايف ان مشاركه الاهلي الى حد ما تعتبر 50%. لعبت ماتش ونص حلوين قوي، ماتش النهارده والشوط الاولاني بتاع انتر ميامي كان ممكن ان انت تستغل الماتش ونص دول وتاخد 6 نقط منهم، بس انت في الاخر اخدت للاسف نقطتين وخرجت. هنتكلم كتير قوي الفتره الجايه عن ريفيرو اللي الى حد ما قدم صوره طيبه الماتش الثالث فقط. الماتشين الاولانيين كان سيء جدا. هنتكلم عن اللعيبه اللي عملوا ماتشات حلوه، لكن حته الفرص وحته استغلال الفرص ما حسيناش بيها. ما تفهمش بقى دي قله ثقه ولا قله تركيز ولا انانيه، يعني ليها حاجات كتير ولازم ريبيرو يتكلم معاهم في الحته ديت. الاهلي محتاج مدافع قوي، الاهلي محتاج باك يمين قوي، الاهلي محتاج باك شمال قوي. انت كده عديت لك 3 لعيبه. الاهلي محتاج محمد شريف بالاسم اهوت. جراتشار مش احسن بديل لوسام. فانت كده محتاج 4 لعيبه عشان تبدا السيزون الجاي. مبدئيا الاهلي باللي عمله دوت بالتشكيل ده بالاداء دوت هيبقى فارق عن فرق افريقيا، وهيبقى فارق عن فرق الدوري المصري بجاب كبير قوي باللي احنا شفناه دوت. طيب هتحتاج ايه علشان بقى تبقى فرقه عالميه؟ انت مبدئيا هتحتاج ان المدرب دوت ينسجم شويه مع اللعيبه ويحفظ اللعيبه اكتر، ده رقم واحد. هتحتاج 4 لعيبه، باك يمين باك شمال مساك مهاجم، ممكن زي يعني الليفل بتاع محمد شريف. بطوله كانت موفقه للاهلي الى حد ما زي ما قلت 50%. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، خلينا بقى نتفرج على البطوله الفتره اللي جايه ونستمتع بيها مع بعض، وان شاء الله نتقابل قريب على خير. السلام عليكم.